مسا عليكم، معاكم ابن رزق شو فيديو جديد. لو اول مره تشوفني اعمل لايك ودوس سبسكرايب وفعل الجرس هيوصلك كل فيديوهاتي. خلص ماتش الاهلي وطنطا، مش طالعين نتكلم فنيات لان الماتش اوريدي ما كانش فيه فنيات خالص. لكذا سبب. اولهم ان انت خلاص ما فيش دوافع، الدوري خلص، ما نحاولش نقارن وقت جوزيه ان كان بيبقى مخلص الدوري وبيلعب على كذا رقم قياسي وكذا حاجه عايز يحققها، ما نقارنوش بالوقت دوت. موضوع عدم الدوافع باين جدا في اداء اللعيبه النهارده. زائد ان انت بتبقى حاجه صعبه جدا لما تبقى بتلعب وعارف ان المدرب مش مكمل معاك وماشي. حتى لو انت الدوري لسه ما خلاص، اللعيبه طبيعي ان هي ما بتطلعش اكتر حاجه عندها او بتطلع احسن اداء لما بتبقى عارف ان المدرب اللي معاه مش مكمل. ويمكن دوت بان قوي في اداء لعيبه الاهلي، في فتور رهيب، زائد ان في علامات استفهام على لعيبه كتير جدا. مش هنتكلم في اداء زي ما قلنا النهارده، انا طالع النهارده اتكلم في كام نقطه كده يا ريت نركز فيهم. طلع الايام اللي فاتت كلام كتير قوي ان عايزين حسام حسن يجي، ان عايزين فلان يجي، لا يوسف ما ينفعش، لا يجي عماد النحاس. وناس كتيره قوي طلعوا اتكلموا على البيان اللي كان طالع من يومين، وبعد كده رجع النادي الاهلي قال ان البيان مفيش بيان طلع من النادي الاهلي. في مذيعين ياما وناس ياما طلعوا زي ابو المعاطي زكي طلع قال ان الاهلي كان بيرمي بالونه اختبار، ولما لقى السوشيال ميديا مش حابه محمد يوسف او مش شايفه ان محمد يوسف هيقدر يقود الفتره اللي جايه، فرجعوا وكدبوا البيان من اصله. عمر الاهلي ما كان بيمشي كده، عمر الاهلي ما السوشيال ميديا اللي هتمشيه، عمر ما الاهلي كان بيعمل بالونه اختبار يشوف راي الجمهور صح القرار اللي الاهلي او المجلس خده ده صح او لا، او عاجب الجمهور او لا. عمر النادي الاهلي ما مشى كده، وعمر النادي الاهلي ما يمشي كده خالص. النادي الاهلي بياخد قرار اللي المجلس اداره شايفه صح ولجنه الكره شايفاه صح بيعمله. فكره محمد يوسف يجي او ما يجيش او كويس او مش كويس، يعني كل واحد لينا وجهه نظر، وكل واحد فينا يعني شايف حاجه من وجهه نظره صح. انا عايز اتكلم بس اول نقطه على موضوع حسام حسن، وعن الناس اللي بتتكلم على حسام حسن انا هسيب لينك في الديسكريبشن تحت في الفيديو، انزل شوفه الاول وبعد كده خد او كون فكرتك وخد قرارك. حسام حسن ينفع يرجع النادي الاهلي ولا لا؟ انا من وجهه نظري على فكره حسام حسن هيدي باور للعيبه رهيب، وعنده حته الروح يقدر يوصلها للعيبه ويفرق جدا جدا مع فرقه النادي الاهلي، خصوصا في الماتشين بتوع افريقيا الجايين، لان الماتشين اللي جايين سواء قبل النهائي او لما ربنا يكرمنا باذن الله ونلعب نهائي هيفرق فيهم حته الروح جدا. فانا على فكره من الناس اللي يعني شايف ان حسام حسن ممكن يفيد الاهلي كتير جدا، بس عدينا بمواقف اكتر من كده كتير. الاهلي بعد ما حسام الحضري مشى كان عنده مشكله كبيره قوي في حراسه المرمى، كان امير عبد الحميد مش في احسن مستوياته، كان رمزي صالح الاهلي جابه عشان يحاول يعوض حسام الحضري. على فكره في الوقت ده حسام الحضري عمل كل اللي تتخيله او ما تتخيلوش عشان يرجع النادي الاهلي، لدرجه ان هو كلم رئيس الجمهوريه امير حسني مبارك عشان يحاول يضغط على حسن حمدي، والاهلي كان في اشد الحاجه ليه الايام دي، لكن الاهلي ما بيعملش ده. الناس اللي بتتكلم على رجوع ايمن شوقي وزكريا ناصف، ايمن شوقي وزكريا ناصف وعلاء ميهوب وربيع ياسين ومحمود صالح، الناس دي كلها الاهلي هو اللي سابهم. زكريا ناصف الاهلي هو اللي سابه، فنش في الزمالك، وايمن شوقي فنش في الزمالك، بس كان الاثنين الاهلي سايبهم. حسام حسن طلع اتكلم على صالح سليم بطريقه مش كويسه وشتم، طلع اتكلم على الخطيب بطريقه مش كويسه وشتم، طلع اتكلم على حسن حمدي بطريقه مش كويسه وشتم. معنى ان هو عرف ان هو غلط ورجع دلوقتي بيقول لا انا الاهلي بيتي والاهلي على عيننا وعلى راسنا، بس ما عهدناش ان احنا نشوف ان حد يغلط في اي حد في اداره الاهلي، حتى لو الحد ده مش اللي هو موجود اوريدي دلوقتي. ويرجع تاني النادي الاهلي الجوهري لما عمل في 86 وخد اللعيبه وراح مرنهم بره النادي، صالح سليم من اياميها قال الجوهري مش هيدخل تاني النادي الاهلي. فعلا الجوهري ما دخلش تاني النادي الاهلي، ولا عصام الحضري هيدخل الاهلي، ولا ابراهيم سعيد هيدخل الاهلي، ولا حسام حسن ولا ابراهيم حسن هيدخلوا النادي الاهلي. دي الثوابت اللي مخليانا احنا النادي الاهلي. سيبكم من فريق هرب منه المدرب وكله طلع قال هرب وخد علبه الحلاوه وهرب ومش عارف ايه ورجع تاني، وهم الناس اللي قالوا ان هو هرب دلوقتي بيقولوا ان هو احسن اختراع. هو ده اللي يفرقنا عن اي نادي في مصر، هو ده اللي يفرقنا وجانن الفرق التانية ان هم مش قادرين يعملوا زيك فبيحاولوا يهدوا فيك
ويحسسوك ان لا، طب فين مبادئ النادي الاهلي. اخر حاجه عايز اقولها، احمد عبد القادر او حمدي عبد القادر اللي جه من النادي الاهلي، على فكره اللعيب ده ما هربش، اللعيب ده عقده وخلص في وجود عادل طعيمه. وفي فيديو على فكره في اليوتيوب والد احمد عبد القادر بيتكلم فيه في وجود عادل طعيمه في رئيس قطاع الناشئين، كان عقده خلص وراحوا قعدوا معاه ومضوا مع عادل طعيمه. وبعد كده عادل طعيمه كان بيتهرب منهم وراحوا له مره واثنين وثلاثه عشان يفعلوا عقد، وعادل طعيمه ما رضاش يفعل عقد، فاللعيب مشى، اللعيب ما هربش. الاهلي لو كان هيجيب لعيب هرب كان اولى يجيب احمد حسن كوكا اللي بقاله سنتين بيعلن رسمي الاهلي لو عايزني في اي وقت ارجع. الاهلي لو عايز يرجع لعيب هرب كان اولى يرجع عصام الحضري. الاهلي لو عايز يرجع لعيب هرب كان رجع ناس كتيره قوي، كان الاهلي في اشد الحاجه فيهم. بس هو ده اللي يفرقنا عن اي حد، ما تخلوش حد يجركم في حته ان هو ده نادي المبادئ. هو ده نادي المبادئ، لان احمد حمدي، ورجعوا للفيديو اللي بقول لكم عليه، احمد حمدي ما هربش من النادي الاهلي. احمد حمدي عادل طعيمه بعد ما مضاه ما فعلش العقد، ووالد احمد عبد القادر راح لعادل طعيمه كذا مره عشان يقابله وكان بيتهرب منه، ما كانش بيرضى يقابله، فاللعيب ما عندوش عقد فعشان كده مشى. ده جزء بنتكلم فيه. ما تخليش حد من البهايم اللي بيقول لك لا اصل انتوا نادي المبادئ. احنا نادي المبادئ، وبالدليل ان انتوا مش عارفين تعملوا زينا فبتحاولوا تهدوا فينا. باتشيكو اللي خالد الغندور وفاروق جعفر المطبلاتيه وبتوع السجات اللي قالوا عليه خد علبه الحلاوه وهرب، وقال دلوقتي بيقولوا ان هو احسن حاجه واحسن حل. فده اللي يفرقنا عنكم. زي ما قلت انا مش هتكلم على الماتش كتير لان الماتش ما فيهوش فنيات كتير. بعذر اللعيبه لان اللعيبه ما فيش دافع. وحتى على فكره اللي يتكلم معاك يعني الاهلي لو هيحطم ارقام بيحطم ارقامه. الاهلي جاب 66 جون، اكتر موسم الاهلي جاب فيه جون كان 76 جون كان الاهلي. الشناوي كان عامل 22 كلين شيت، اخر كلين شيت كان معمول لشريف اكرامي في الاهلي 23. الاهلي اكتر عدد فوز متتالي. الاهلي اللي هيكسره، لو الاهلي اللي محققه، الاهلي اللي عايز يكسره. الناس اللي بتقول الزمالك حقق اكتر عدد نقاط، على فكره كان الدوري الايام دي 20 فريق ما كانش 18 فريق. دي شويه حقائق بنحطوها. اخر حاجه حابب اقولها، اللي فرقنا يا جماعه عن اي جمهور في العالم ان احنا دايما سبورت للجهاز الفني، لاي جهاز فني بيجي ولمجلس اداره، سواء اي قرار بياخده احنا سبورت ليه. جه محمد يوسف احنا سبورت ليه، جه مدرب اجنبي احنا سبورت ليه. جمال حمزه كان في فيديو ليه على اليوتيوب موجود برده ممكن تدخل تشوفه، كان بيقول حاجه عايز يوقع بيها النادي الاهلي، ما يعرفش ان هو بيرسخ مبادئ الاهلي بالفيديو ده وهو مش عارف. طالع بيقول لك عيب جمهور الاهلي عن جمهور الزمالك. جمهور الاهلي اللعيب طول ما هو كويس بيحبوه، مسافه ما مستواه قل ومشى ما بيفكروش الا في ناديهم. غير نادي الزمالك ممكن يكون لعيب حلو حتى لو بقى وحش بيبدعوا عن مصلحه النادي. على فكره دي حاجه ما تعبناش، دي حاجه تميزنا ان احنا فعلا عندنا مصلحه النادي الاول قبل اي حد وقبل اي شيء. الخطيب موجود هنساعده ونسنده، زي ما كان محمود طاهر موجود هنساعده وهنسنده، زي ما هيجي حد بعد الخطيب هنساعده وهنسنده، سواء يوسف جه او اي مدرب اجنبي او اي حد يجي احنا سبورت في ظهره. يا ريت يا جماعه كلنا كل الصفحات الاهلاويه والبيدجات الاهلاويه لازم نقف ورا النادي الاهلي. اي مدرب هيجي احنا وراه، ما حدش يطلع بقى حسام حسن لا عماد النحاس لا محمد يوسف ما ينفعش. يا ريت ننحي كل ده على جنب ونبقى في ظهر اللي هيجي، سواء احنا مقتنعين بيه او مش مقتنعين بيه، لان هي دي نقطه القوه بتاعت النادي الاهلي. سيبكم من بيراميدز اللي معاه فلوس كتير قوي وبيعمل صفقات بملايين، سيبك من الزمالك اللي عمل صفقات بملايين السنه اللي فاتت، عنده 2 3 لعيبه لوحدهم بياخدوا فلوس كتيره جدا، ساسي وبن شرقي ونجم. اللي يفرق كل الفرق دي عن النادي الاهلي احنا جمهور الاهلي، لان احنا دايما سبورت في ظهر مجلس الاداره، واي حد بيجي يشتغل احنا في ظهره. لو عجبك الفيديو اعمل لايك ودوس سبسكرايب وفعل الجرس ويوصلك كل فيديوهاتي. باي باي.